السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معاكم محمد جمال. هنتكلم النهاردة عن موضوع مختلف، موضوع قليل اللي فكر فيه. موضوع بداية الكون. بداية الكون مش معناها الانفجار العظيم اللي اتكلمنا عليه قبل كده. بداية الكون، مين عاش في الأرض؟ أول ناس، مين عاش قبلنا قبل الإنسان؟ الكل عارف إن اللي عاش على الأرض قبل الإنسان الجن، لكن السؤال بقى، مين اللي عاش قبل الجن؟ ولا الجن هم أول ناس اللي عاشوا على الأرض؟ سؤال هنجاوب عليه في الحلقة دي. يلا بينا. جاهزين نعرفه ايه اللي هيحصل؟ تعالى يلا بينا نشوفه ايه اللي حصل قبل ما الإنسان يحط رجله على الأرض. يلا بينا في رحلة صغيرة. مخلوقات لم تسمعوا بها من قبل. سكنت الأرض قبل وجودنا، وصفاتها مرعبة. لا، ليست من الجن حتى، ولكن ما قصتها وكيف اختفت، أو بالأحرى من قضى عليها. من أسرار ما قبل الوجود الغامضة، مخلوقات الحن والبن. منذ بدء البحوث والتاريخ، وكلنا نعتقد، بل ما هو راسخ في أذهاننا، أن أول من خطى بقدميه على الأرض هو سيدنا آدم عليه السلام. بعض المؤرخين والباحثين ذكروا أيضا أن الجن سكنوا الأرض قبل البشر، ولكن هل تعلمون أن هناك مخلوقات من خلق الله تعالى سكنوا الأرض قبل البشر والجن حتى، وهم ليسوا بشرا أو من الجن؟ إذن ما القصة؟ لنتعرف سويا على مخلوقات الحن والبن. بحسب أغلب المؤرخين والمفسرين، هم مخلوقات لا من الإنس ولا من الجن، سكنوا الأرض قبل هذين الجنسين. وأغلب المفسرين لم يذكروا أشكال الحن والبن أو حتى تفاصيل حياتهم، بل اكتفوا بذكر أنهم عصوا الله وسفكوا الدماء. لذلك أبيدوا بأمر من الله. تذكروا هذه المعلومة جيدا، تذكروا هذه المعلومة جيدا. أغلب المراجع التي تحدثت حول هذا الموضوع، وأبرزها كتاب البداية والنهاية للمفسر والمؤرخ البارز ابن كثير، ذكرت الحن والبن فقط، غير أن بعض المؤرخين كالمسعودي في كتابه تاريخ الأمم، وشهاب الدين الأبشيهي في المستظرف في كل فن مستظرف، والذي اقتبس فيه من كتاب المسعودي أن الله خلق قبل آدم 28 أمة، والفرق أنها في هذين الكتابين ذكرت بعض من أشكال هذه الأمم، ولكن بالطبع لم يتم التأكد من هذا الوصف، وذلك ببساطة لعدم توافر الوسائل المناسبة لذلك. سنوجز بعضا مما ذكر عن أشكال هذه المعلومات، ولا تتفاجئوا، وتذكروا جيدا أن ما سنسرده لك الآن ليس من أفلام خيالية، إنما هو ما ذكر في كتب أكبر المؤرخين والمفسرين. أما عن وصفهم فلهم أجنحة وكلامهم قرقعة، لهم أبدان كالأسود ورؤوس كالطير، ولهم شعور وأذناب، وكلامهم دوي، ومنهم من له وجهان، واحد من الأمام والآخر من الخلف، والأرجل كثيرة، ومنهم ما يشبه نصف إنسان بيد ورجل، وكلامهم مثل صباح الغرانيق، ومنهم ما وجهه كالآدمي وظهره كالسلحفاء، وفي رأسه قرن، وكلامهم مثل عوي الكلاب، ومنهم ما له شعر أبيض وذنب كالبقر،
ومنهم ما له أنياب بارزة كالخناجر وآذان طوال. ولكن الملفت للنظر أنهم لم يسموا هذه المخلوقات، ما ترك باب التفسير والتأويل مفتوحا على مصراعيه. فأثناء بحثي في هذا الموضوع لفت انتباهي مقال يفصل المخلوقات الحن والبن، بالإضافة إلى مخلوقات تسمى الخن والمن والدن والنس أو السن. ولكن أصدقائي، يقدر بنا أن نذكر ونؤكد أن هذا المقال لم يذكر أي مصدر لمعلوماته، وإنما أردت بطرحه أن أعرض كافة المعلومات التي مرت أمامي أثناء البحث حول الموضوع. فبحسب هذا المقال بأن الحن هم أول المخلوقات، وهم أقرب إلى المسوخ البدائية، ويبدأ خلقهم على هيئة دودة عظيمة لتسرع في النمو لتصبح على شكل كائن نصف قائم، ثم يتحول بعدها إلى ما يشبه القرد المنتصب لتشيخ وتموت وتذوب بقاياها في الأرض. وبحسب المقال فإن مخلوقات البن بدأت بالاختفاء بعد أن تكونت الطحالب وازدادت بقعة الماء على الأرض ليبدأ تشكل الحن. مخلوقات الحن كان كيانها خشبيا، وكانت تتغذى على المعادن من الأرض حتى أصبحت أقوى من البن، فبطشت به وجمعت بين شكلها وشكل البن ليبدأ تشكل مخلوق جديد اسمه الخن. وهذا الخن خلق من الطين واللحاء، وصار يتعدى على المخلوقات البحرية فكون غلافا حيوانيا، لذلك أصبح أقوى من البن والحن، فدخلت في صراع معهم حتى قضت على المخلوقات الحن تماما. واللافت للذكر أن المعلومات الغريبة تقول بأن الديناصورات هم من قضوا على مخلوقات الخن. حاولوا الحفاظ على تركيزكم. ننتقل الآن إلى المن، وهم مخلوقات تكونت من البن التي اختفت من بطش الخن. هذه المخلوقات كانت ضخمة بلا أعين، مع مجسات متحركة على وجهها ساعدتها على التكيف في الكهوف المظلمة. اختفت مخلوقات المن، أو بالأصح تطورت لتصبح مخلوقات الدن، وهي مخلوقات انتقالية جاءت من المن وتطورت حتى أصبحت تمشي على 4، وقد تطورت لعدة مخلوقات في البحر والجو والأرض. ويختتم المقال لمخلوق السن أو النس، والذي بحسب ما ورد في المقال بأن علماء الأحياء القديمة قالوا بأن هذه المخلوقات هي أجداد الإنسان الأولى، وخلال خلق السن خلق الله الجن. أعود وأؤكد بأن لا مصادر موثقة في هذا المقال، إنما عرضتها من باب طرح كافة المعلومات المتداولة لا أكثر أو أقل. لكن ماذا بالنسبة للمصادر الموثقة؟ هل ستؤيد أم ستعارض هذه النظرية؟ كما ذكرنا سابقا فإن عددا من المفسرين والمؤرخين ذكروا وجود الحن والبن، ولعل أبرزهم ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وغيره. وقد اعتمد أكثر المفسرين على آية في سورة البقرة، إذ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 30. ويقف المؤرخون والمفسرون عند جملة إني جاعل في الأرض خليفة، فكلمة خليفة تعني من يخلف غيره. إذن قبل النبي آدم عليه السلام، وهو المتعارف عليه في جميع الأديان أنه أول البشر وأول من سكن الأرض. أقوام سكنت الأرض، ولكن من هم؟
ذهب بعض المفسرين إلى أنهم الجن، ولكن تكمل الآية بقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من المتفق عليه أن الجن ليس لهم دماء، فهم مخلوقات من نار. إذن من كان قبل البني آدم عليه السلام على الأرض، ومن سفك الدماء، ومن عاث في الأرض فسادا. من هنا برز تفسير وجود مخلوقات ذات دماء قبل الجن وآدم على حد سواء، إلا أن عددا من المفسرين والمؤرخين رفضوا هذه الفكرة، وذلك بسبب عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة للدلالة على مخلوقات الحن والبن، بل أن ابن عاشور ذكر في كتابه هذه المخلوقات قد تكون من خرافات الفرس أو اليونان، حيث سماهم الفرس الطم والرم، أما اليونان أطلقوا عليهم اسم مخلوقات التايتن. هذا إذن من المنظور الديني. ولكن ما رأي العلم في هذا الموضوع؟ بالطبع من الناحية العلمية لم يذكر الحن والبن في أي من المراجع العلمية، فنحن نعلم أن العلماء يطلقون أسماء علمية بحتة على أي اكتشاف أثري، ولكن المثير للجدل هو ما ذكره تقرير لقناة BBC نيوز عن اكتشاف فريق بحثي لعظمة فك تعود إلى ما قبل 2.8 مليون سنة في إقليم عفار في أثيوبيا عام 94، وقبلها اكتشاف حفرية شبيهة بالبشر في نفس المنطقة عام 74 ترجع إلى 3.2 مليون عام. ومن المتعارف علميا أن الفترة التي يرجح العلماء ظهور الإنسان فيها تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف عام. أما من الناحية الدينية فاختلفت التفسيرات بين المفسرين إلى ما هو أقل من هذه المدة، معتمدين حساب أعمار الأنبياء والفرق بينهم ابتداء من نبي الله آدم وصولا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. أما القسم الآخر فاعتبر هذا الأمر من علم الغيب. بالطبع لا يمكن تحديد العمر بالضبط بسبب اختلاف البحوث والدراسات والتفاسير، ولكن إن كان العلم قد حدد عمر الإنسان على الأرض بحوالي 500 ألف عام والدين بما يقل عن ذلك، إذن ماذا عن الحفريات المكتشفة ولأي جنس تعود؟ وهل يعقل أن تكون للحن والبن؟ لا أحد يعلم. ولكن هذه المخلوقات، إذا افترضنا وجود هذه المخلوقات على الأرض، فأين ذهبوا؟ أو بالأحرى أين اختفوا؟ في هذا الصدد هنالك روايتان، واحدة موثقة ذكرها المفسر الإسلامي ابن كثير في كتابه، حيث ذكر أن الله تعالى سلط الجن عليهم بعد عصيانهم وسفكهم للدماء، وقامت معركة كبيرة بين الجن من جهة والحن والبن من جهة أخرى، فانتصر الجن عليهم فأبادوهم بشكل نهائي. أما الرواية الأخرى والثانية فهي غير موثقة، ولكني قرأتها في أكثر من مقال فوجب علي عرضها. فالرواية تقول بأن الحن والبن هم نفسهم قوم يأجوج ومأجوج، وأنهم هربوا إلى جبال القوقاز بعد هزيمتهم من الجن، ثم عاودوا الظهور بعد أن نزل البشر وفتكوا بقبائل الإنس حتى جاء ذو قرنين وحجزهم خلف السد حتى آخر الزمان. ولكن لما لا نتفكر قليلا؟ ألم يخبرنا الله في كتابه الكريم أنه سبحانه خلق الأزواج كلها من نبات الأرض ومن أنفسنا نحن البشر ومما لا تعلم؟ إذن أمام هذا الكم من الروايات والمعلومات الموثقة والغير الموثقة، والتي هي في كلتا الحالتين صادمة وأقرب إلى الخيال، يبقى السؤال الأبرز: هل كان هناك فعلا مخلوقات قبل الإنسان لا علم لنا بها؟ أو من يدري، هل من الممكن أنها لا زالت موجودة بيننا على هذا الكوكب، أو ربما على كوكب آخر؟
ما رأيكم؟ هل تظنون أن الحن والبن هم قوم يأجوج ومأجوج؟ الله وحده يعلم. لو عجبك المحتوى والفيديو اكتب في التعليقات، ولو شايف في اي نقد اكتب في التعليقات وقولي، ولو عندك فكرة جديدة او محتوى فيديو جديد قولي في التعليقات. ومتنساش بقى دعمك، لايك، شير، سبسكرايب، اشتراك. وفيديوهات جاية، كام فيديو جاي هنتكلم عن الحن والبن والدن والسن او النس والخن، هنتكلم عنهم كل حاجة لوحدها. لو عرفت نجمعهم في فيديو واحد هنحاول، وأرجو دعمك